سلامات، كيفكن؟ وصفتنا لليوم هي كيكة نابليون الروسية، بسيطة سهل كتير طيبة. عبارة عن كيك مورقة، طبقات مورقة بطعم الكاسترد. فيها حشوة الكاسترد اللي هي الكريمة، كتير طيبة سهلة التحضير. غنية بالنكهة والطعمة ومكوناتها بسيطة، لازم تجربوها. بالبداية عندي 450 جرام من الطحين، عندي 2 بيض، عندي 250 جرام من الزبدة، وعندنا نتفة ملح، رشة ملح، وصور كريم 200 جرام. اللي ما عنده صور كريم فيكن تستبدلوها باللبنة الحلوة، بيمشي حالة، أو مي مسقعة. هلأ بنحط الزبدة فوق الطحين أول خطوة، والزبدة لازم تكون سقعة، مسقعة باردة جدا من البراد، ما مندوبها. الزبدة بتكون سقعة ومنفتفتها بإيدينا بهيدي الطريقة. وبآخر شي القوام الطحين لازم يكون معنا مفتفت فتفت مبرغل، مثل ما شايفينها مبرغلة. هذا القوام المظبوط. بعد ما نعمل هيدي المرحلة بدنا نحط الخليط السائل اللي هو البيض. بنضيف البيض والصور الكريم اللي هي الكريمة الحامضة، بضيفوا محلها لبنة ورشة الملح. لبنة حامضة، فيكم تحطوا لبنة حلوة وتحطوا لها عصرة حامضة بيمشي الحال. والكمية هي 200 جرام. بكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. وبنعجنها بإيدنا مثل ما شايفين بالفيديو لتتشكل معنا عجينة متماسكة. ماشي. هلا اذا لزقت بايدكم ترجعوا بتحطوا شوية طحين وبيمشي الحال. هون عجنتها كتير منيح على المجلة كرمال تسهل علي الشغل. وبعد هيك شايفين الزبدة بتعطيها طراوة، فنحن بدنا اياها تضلها مسقعة. هلا شو بعمل؟ بقطعها 8 قطع متساوية، بعملها 8 كرات متساوية وبحطها بصحن، وبدنا نحطها بالبراد. هيدي العجينة ما بنشتغل فيها دغري، لازم ترتاح بالبراد وتسقع تماما على الأقل ساعة. أنا حطيتها ساعة ونص بالبراد لكمشت معي منيح، وغطيتها أكيد بنغطيها بالنايلون كرمال ما تنشف، وبحطها بالبراد. وبعد هيك بنشتغل بالكاسترد. الكاسترد عنا المقادير اللي بدي احطها: عنا لتر حليب بحطه بالطنجرة وبحطه على النار ليسخن، مثل ما شايفين دغري بحطه على النار ليبلش يسخن. بوعاء نضيف منضيف البيضتين، 2 بيض بحرارة الغرفة، وعنا كوب من السكر، وظرف من الفانيلا أو فانيلا سائلة، وعنا نص كوب من النشا عبارة عن 70 جرام بالضبط. 70 جرام من النشا بخلطهم ببعض. برجع باخد شوية حليب، تقريبا نص كوب حليب، هو عم يسخن الحليب باخد شوية، وبضيفهم على الخليط البيض وبحركهم ليصير قوام مثل ما شايفين. الحليب عنا سخن، برجع باخد شوية حليب بضيفهم على قوام على خليط البيض. منضيفهم على خليط البيض، بنحرك منيح لتصير الحرارة متناسقة، وبرجع بضيف خليط البيض على الحليب السخن وبحرك، وبتضل ايدي فيهم وما بتركن ابدا. والحرارة بتكون وسط، ما بتكون مقويين الحرارة على الاخر، بتكون حرارة وسط. بس تغلي عنا بهيدي الطريقة. بعد ما تغلي تقريبا دقيقة منطفي الغاز. ليه؟ لحتى نبطل نحس بطعم النشا، هيك بينطبخ النشا كتير منيح. هيدي خطوة مهمة. منغطي الكاسترد بنايلون، منفوتها على البراد لتسقع تماما. بهيدا الوقت منبلش نخبز العجينة. بناخد قطعة قطعة، وباقي الكمية بنحطها بالبراد. فبناخد قطعة بنشتغل فيها وبنرجع باقي الكمية على البراد لحتى تضل العجينة سقعة. لازم تضلها باردة نحن عم نشتغل فيها، ضروري ديروا بالكم. بمدها بهيدا الشكل، ومنجيب صينية مقاسها 22 سنتي ل 23 سنتي مش أكتر. منقيس عقد مقدار الصينية وأكبر شوية، ومنخبزها بفرن درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. وبنعمل كل الكمية بهيدي الطريقة. وما تنسوا كل قطعة بنعملها نبخشها بالشوكة كرمال ما تنفخ معنا العجينة بالفرن. إذا ما عملتوا هيدي الخطوة بتنفخ، ونحن ما بدنا إياها تنفخ. هيدا بعد ما عملت كل الكمية 8 قطع، عبارة عن 8 طوابق بدنا نكونوا. هيدي كل قطعة بدنا ندهنها كريمة. هيدا شكلهم النهائي. وما تنسوا الفرن حرارة 170 180 من فوق ومن تحت. وهلأ هون بنبلش قبل التزيين شو بنعمل. هيدي الخطوات كتير مهمة لحتى يطلع معنا القالب الكيك متناسق. بنقطع كل الحروف بهيدي الطريقة. الحرف ما بنكبه، بنخليه على جنب. كل قطعة منقطعها بهيدا الشكل، والحرف منحطه على جنب، بدنا نستعمله بتزيين الكيك آخر شي. بتقطعوه هيك ولا أسهل منا. هلأ فيها شوية خطوات مش صعبة يا صبية، ومكوناتها من البيت، لازم تجربوها، كتير طيبة وخفيفة على المعدة.
قطعت كل الكمية بهيدي الطريقة، والحروف اللي بقيت عندي ما بكبهم بحطهم على جنب وبدي استعملهم بالتزيين. هيدي الحروف وهيدي كل الكمية اللي عندي اللي قطعتها وهيرتها. وبدها تيجي مورقة، بتحسوها من جوا فاضية هيدي العجينة، ما بتيجي ملبدة مورقة. هلأ بفتفتهم وبحطهم بصحن نضيف على جنب، وهودي لتزيين الكيك بآخر مرحلة بتشوفوا بالفيديو كيف منزين. هلأ بدنا الكريمة. هون حطيت كوب من الكريمة، كريمة الحلو خفقته، ما بحط عليه شي بالمرة. كوب من الكريمة خفقته بدي حطه على كريمة الكاسترد، بس هي الخطوة الإضافية. خفقته وجمد، منجيب من البراد كريمة الكاستر سقعت، منقمها النايلون عنا، منحط هالكريمة مثل ما شايفين ومنخلطهم ومنخفقهم ببعض. فيكن تضيفوا محل كريمة 250 جرام زبدة، بس بتطلع بتلعي ودسمة، أنا بفضل الكريمة أفضل. خفقتهم صار قوامهم كريمي، وهيدي حشوة الكاسترد اللي هي الكريمة للكيك. منا نحشي فيها، منبلش نحشي. هلا باخد شوية كريمة بحطهم بأرض الصحن كرمال ما تلزق عندي طبقة الكيك، وما شو بقولوا ما تروح وتيجي خالص. وبنحشي كريمة ليكو بين كل طبقة وطبقة، بنحط ملعقتين كريمة مش أكتر، ما تكتروا ملعقتين طعون الأكل كبار، وبنحط بين كل طبقة وطبقة. وبنعمل بهيدي الطريقة كل الكمية، بتحشوا الكريمة ملعقتين كبار بهيدي الطريقة كل الكمية. وباقي الكمية اللي بقيت الحواف عندي شايفين الأطراف فاضيين، هلأ بحشين كريمة مش كتير، بس تغطية خفيفة بهيدا الشكل. منعبي الأطراف تغطية خفيفة بهيدا الشكل. وآخر مرحلة منقوم فيها يا جماعة شو هي؟ بدنا نستعمل الفتات الخبز. شو فتات الخبز؟ فتات الكيك اللي طحنتهم بإيدي، بدنا نزين فيهم. يلا عم نروكب بالحكي، شو بدي أعملكم؟ بنعملهم بهيدا الشكل كل الاطراف بنحطهم. شايفين انا يعني حاولت قد ما فيي ما الغي فيديو، يعني ما الغي من التصوير لحتى بالضبط تزبط معكم وتطلع معكم هيك مرتب وشكلها حلو. شايفين كيف ساعدت حالي؟ وحطيتها بالبراد تقريبا بتحطوها 3 ساعات، انا حطيتها بس ساعة. حطيتها بس ساعة كرمال التصوير، كنت مستعجلة مش أكتر. لازم 3 ساعات على الأقل تتجانس ببعضها وتفت الكريمة بطبقات الخبز. هيدي وصفتي لإلكن، إن شاء الله تعجبكم. وما تنسوا تعملوا لي اشتراك بالقناة ولايك وتعليق حلو.